هذه اللي في التصويره سميتها جينيفر لي ويلسون وعندها 48 عام وعندها واحد الدري كانت تبنات هاد الدري شحال هادي، وبطبيعه الحال الدري غيكون مشاغب بحال الدراري كاملين اللي كاينين في العالم، ولكن واحد النهار قررت تعاقبه بواحد الطريقه غتخليك تحمد الله على الصنداله والصمطه اللي كليتي فاش كنتي صغير. اجي نسمعوا القصه ونعرفوا شنو وقع بالضبط. جينيفر متبنيه هاد الدري هذا عنده 10 سنين وسميتو داغوتا. هاد الدري صغير مسكين في واحد النهار مشى عند الجيران ديالهم وقال لهم عافاكم لما تبنوني هاد خيتي هادي اللي هي زعما الام ديالو اللي تبناتو راه معدي عليه في الدار وراه مدوز عليه العذاب الاليم، لان هاد جينيفر كتسيء التعامل معايا وديما كدير معايا الحوايج الخايبين وانا عييت من هاد خيتي هادي، عافاكم لما تبنوني وهنيوني منها. من بعد ما دازت 3 ايام جا واحد اتصال للبوليس كيقول باللي انا جينيفر ودخلت عند الدري ديالي اللي انا متبنياه للشومبر ديالو وما لقيتوش كيتنفس، اجيو شوفوا مالو وشنو طرالو بالضبط. وقالت لهم يمكن راه الدري ودع الحياه، انا بغيت غنبلغكم باش تجيو تشوفوا. جاو البوليس في البلاصه وبطبيعه الحال جاو معاهم الطب الشرعي باش يعرفوا السبب ديال الوفاه ديالو. ومنين البوليس يسول جينيفر قال لها شنو المشكل اللي طرالو ولا في ديك التحقيقات الاولانيين انا ما عرفتش مالو تدخلت لعنده الشومبر ولقيتو هكا في هذه الحاله. بطبيعه الحال داو هاد خيتي للحبس باش غير حتى تخرج النتيجه ديال الطب الشرعي باش يشوفوا واش يطلقوها ولا يشدوها، ولكن النتيجة كانت صادمة. النتيجة ديال الطب الشرعي بين أن الدري توفى عن طريق الخنق، شي واحد خنقو. من بعد ما عمقوا معها البوليس التحقيق وزيروها مزيان قالت لهم باللي من بعد ما طلع لي الدم هاد الدري هذا في الدار بالشغب ديالو والصداع ديالو كيدير البلبله في الدار، قررت انني نجلس عليه ونخنقو. مع العلم ان هاد الدري مسكين الطول ديالو 147 سنتيم والوزن ديالو غير 40 كيلو، وهاد جينيفر هادي الوزن ديالها 145 كيلو، ختنا اللهم بارك. وهذا الشيء هذا هو اللي خلى الدري مسكين يتخنق ويودع الحياه. اعترفت جينيفر انها جلست على الدري كعقاب ليلو حسب الاقوال ديالها. حكمت المحكمه كالعاده بديك الاحكام ديالهم اللي ما غاديش تفهم كيفاش كيديروا يحكموا وعلى اي مسطره كياخذوها باش كياخذوا هذا الحكم هذا. حكموا عليها غير ب6 سنين وزادوها عام ديال التخفيف، يعني غدوز 5 سنين والعام الاخراني غدوزو وهما مراقبين في الدار. بزاف ديال الناس صدموا بهذا الحكم اللي كيتشوفوه حكم خفيف بزاف، مع العلم ان هذا الحكم ما مناسبش حتى مع الوزن ديالها هي. وقالوا بزاف ديال الناس ان الحكم ما كيكفيش لديك الجريمه الوحشيه اللي وقعت لهاد الدري هذا. يعني اللهم يضربونا بالصنادل والصمطه فاش كنا صغار ولا 160 كيلو تجلس عليك. شوفك الفيديو الجاي.